نحب نعتذر للشعب التونسي باسمي وباسم كل الزملاء الصحفيين والاعلاميين، تلفزه وصحافه مكتوبه ومسموعه ومرئيه، على التعتيم الكبير اللي عايشناهم فيه على امتداد اكثر من 20 سنه. بعد سنتين من 87 89 دخلنا في نفق مظلم، دخلنا في الكذب، دخلنا في الافتراء، دخلنا في التعتيم، فينا بعض زملاء تورطوا واللي يعملوا في الصحافه السياسيه واللي يقوموا بالبروباغندا واللي خدمان عند الوالي هذا وعند الوزير هذا وحتى عند العائلات اللي سي موسف ما سماهاش، وانا نسمي العائلات هي عائلات طرابلسيه، عائلات الصخر الماتري، عائله شيبوب، هذه العائلات التي انتفخت فجاه وظهر عليها ثراء مش فاحش بركه بل قبيح، لانه في حتى المفيقون عائلات موجودين والشعب التونسي يذكر فيهم بالاسم بالاسم. ما نجوش اليوم احنا في اللحظه هذه الفارقه في تاريخ تونس بالحيز الكبير اللي عملها الحريه باش نخبيوا الحقائق. انا علاش نتكلم هكا؟ لانه انا العبد اللي قدامكم شهاده صارخه على ما معنى ان تكون صحافي في ال20 سنه اللي مرت. انا صحافي اللي اضطرد، انا الصحافي اللي معناها حرموني وجوعوني وجوعوا صغاري وكلفوني معناها سنوات من البطاله من اجل مقالات كنت نكتب فيها، ما كنتش لا هازز الرصاص ولا كنت ملثم، كنت نكتب في جرايد تخرج، تعاقبت مرات ومرات ومرات. انا اليوم ما عندي لا تشفي ولا عندي التقاء. انا اليوم فرحان نحب نبوس بو عزيزي لانه هو رجل. نعم يعطيك الصحه، لكن حبيت نقول لك ملاحظه انه انت نفسك سي لطفي العماري لا ادري ربما كانت ضغوطات، سمعتك وانت تقدم في تحيه للعائلات هذه في لقطه من احد ذكرني يا اختي العزيزه، من غير ما نذكرك ذكرني اتحداك يا مدام بسيس، انت اخر انسانه تحدث على الشيء هذا. لا لا اكبر المتآمرات على الشعب التونسي وعلى حريه الشعب التونسي. مش انا دروس ذكرني اذا فينا كاميرات او تحدث اذا صحفيه تحدث شيء. لا شكرا لطفي، شكرا لنا مثال شكرا الشعب التونسي يا جماعه العربيه يا جماعه تونس كلها حريه يا جماعه نوقفك عليها نحن